يأخذ هذه السيدة بسيارته رغم هذه الظروف إلى المستشفى. والغريب أنه يحكي أنه في الطريق إلى المستشفى أخذت هذه الزوجة تغيب ثم تفيق، فخشيت أن تغيب وهي في المستشفى، فقالت له إن فصيلة دمي هي كذا. فتعجب من كون السائق هذا جاره، فرح فرحا شديدا وقال والله هي نفس فصيلة دمي، فأنا مستعد لكي أعطيها من يعني تعجب الرجل كيف لرجل مسلم يتطوع أولا لإنقاذ زوجته ثم يعطيه من دمه. وربما يعتقد كثير من الناس أن إعطاء دم المسلم لغير المسلم قد لا يجوز، علما بأن الله تعالى يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الأسئلة حقيقة طرقت يعني عقل وقلب الأستاذ مراد، وربما رسائل أخرى قوية جدا من السلوكية التي فتح الله بها قلبه إلى الإسلام. من هذه النماذج سنعرض عليكم وعلى المشاهدين الكرام لقطة هذا الفيلسوف الذي أسلم وحكى قصة إسلامه، فلنتابع جميعا هذه اللقطة. Hey, are you Muslims, or why aren't you Muslims, or you should be doing this. His dawah or his preaching was in his behavior. But in the process of observing these Muslim brothers, I became increasingly impressed with their behavior. I mean, they were living a very moral and ethical life. I got around to asking myself the sort of the fundamental question, which is, what separates these Muslim friends of mine from me in terms of belief? I took down 2 different translations of the meaning of the Quran that I had acquired back in those courses, read them, and the more I read, the more I said, no, wait a minute, you know, this is what I believe. I saw within the Quran statements about these things that I knew could not have been known by any illiterate 7th century Arab. And so that left me with the conclusion, you know, this had to be inspired. توصلت إلى أن هذا الكتاب لا بد وأنه وحي. ما تعليقك أستاذ عتيق؟ طبعا قصة إسلام هذا الدكتور هي قصة جميلة جدا، وتختصر أن الدعوة إلى الله ممكن اختصارها في السلوك. نعم. سلوك هو أبلغ، سلوك إيجابي هو أبلغ من الكلام ومن الحديث ومن الدعوة كلاميا، وأنت تناقض ما تقول. فقم بسلوك جيد إيجابي، وكن مسلما إيجابيا، كن مسلما حقا إيجابيا، ودعه يتحدث عنك. فتلك أبلغ ودعه يتحدث يعني عنك. تحدث بغير حروف. نعم. عنوان حلقتنا اختصارا الأستاذ هشام. اختصار يعني تعقيب ثم خلاصة إن شاء الله. مدة طويلة من ثبات هؤلاء المسلمين على سلوكهم هي التي جعلت هذا الشخص يتوجه إلى قراءة القرآن، بينما هو معتد بتكوينه العلمي، وأي دعوة إلى الحوار التقليدي سوف يقابل بالرفض أو الاستهزاء أو بالتشبث والعناد على رأيه. لكن أريد أن نركز على عنصر الثبات. ليس هناك تناقض في سلوكهم، لأن لاحظه مدة طويلة حتى دفعه ذلك لقراءة القرآن ولاكتشاف الحق. إذا أؤكد دائما أو أجد أن عنوان الحلقة من أبلغ ما قيل تواصل بغير حروف، وأدعو أيضا وأتمنى من خطبائنا الأعزاء أن يجدوا برامج تكوينية في التواصل يستفيدوا منها ويزيدون عطاء على عطائهم الطيب الذي لن نحرم منه إن شاء الله. ولكافة المسلمين عليهم أن يقدموا دائما رسائل إيجابية ويحذروا من تقديم النموذج النقيض. مشاهدي الكرام، لن نقدم إن شاء الله إلا سلوكات ورسائل إيجابية، فاعلموا أن ثمار ذلك وأجر كل ذلك في صحيفتنا وصحيفتكم يوم القيامة. أسعد بأن أتلقى أسئلتكم وتعقيباتكم واقتراحاتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك. أنتظرها دائما بشغف، وضيفي الكريمين لكي نناقشها ونتبادل وجهات النظر فيها. دائما الشكر موصول إلى الطاقم التقني الذي رافقنا على نقل فقرات هذه الحلقة إليكم مشاهدي الكرام داخل الوطن وخارجه، آملا أن ألتقي بكم في حلقة قادمة وموضوع جديد. هذا خالد صمدي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عندما يرى الإنسان ظاهرة